يلا بينا نعمل توينكس بالصلصال الحراري. محدش هيصدق فعلا ان ده صلصال، كل الناس اللي بتشوفه بتفتكر ان هو توينكس بجد. اول حاجه بنعملها اننا بنجيب قطعه من الصلصال الحراري لونها بيج، وعلى فكره دي متوفره كتير جدا. بنبدا ان احنا نطريها، وخلاص انتوا اكيد اتعلمتوا طريقه التطريه بتاعتنا في كل السلسله اللي فاتت. بعد كده بنبدا نقطعها بالطريقه اللي انتوا شايفينها قدامكم بالظبط بالكتر، وبنشكلها على شكل توينكس. وعلى فكره سهل جدا لان هو اصلا عباره عن اسطوانه بسيطه قوي. وبعد كده بالملقاط ببدا ان انا اشيل جزء من اللي قدام واحط فيه قطعه من الصلصال الحراري لونها ابيض. ممكن عن طريق قلم السيليكون ان احنا نبدا ننعمها وندمجها معاه، لكن مش ضروري. وطبعا فرشه السنان لا غنى عنها في حاجه زي كده علشان تخلي ملمسها طبيعي. بنستخدم الملقاط علشان نعمل بيه زي نتشات كده تخلي شكلها زي الكريمه الحقيقيه بالظبط. ممكن نستخدم الملقاط، ممكن نستخدم المقص او اي حاجه، وهنا ممكن نستخدم اي اداه للتنقيط. ممكن خلة الاسنان على فكره كمان، مش ضروري ان هي تكون ادوات مخصوصه موجوده عندكم في البيت. فرشه الاسنان طبعا والحاجات دي كلها بتدي ملامس. مهم قوي ان انا امشي عليه من بره بفرشه اسنان بالشكل ده علشان يديله الملمس الطبيعي بتاع الكيك. نفضل نكرر الموضوع ده لغايه ما بنوصل للشكل ان احنا بنكون راضيين عنه، ان ده فعلا شكل الكيك الحقيقي. الموضوع ده كله ما بياخدش 5 دقايق. نقطه مهمه جدا عندنا وهي الالوان، وانا بستخدم فيها الوان السوفت باستل، ودي بتكون زي الطباشير وشرحناها في الحاجات اللي فاتت قبل كده. بنبشرها وبنستخدمها عادي زي الباودر بالظبط. بنبدا ان احنا نلون بيها عن طريق فرشه، وانا هنا استخدمت اللون البرتقاني علشان هو اكتر لون بيدي طبيعيه لشكل الكيك بتاع التوينكس بالذات، ان هو فعلا لونه بيكون كده بالظبط. بنتاكد ان احنا غطيناها بالكامل بالالوان بتاعتنا، وفعلا ده بيكون شكلها النهائي حقيقي. انتوا مش هتصدقوا لو جربتوا تعملوها بنفسكم. هنا بقى انا استخدمت الاكسترودر او المكبس، وبرده هتلاقوا عنه ريفيو في كل الحلقات اللي فاتت. شكرا ان انتوا اتفرجتوا لحد هنا. اتفرجوا على بقيه الحلقات اللي فاتت واللي جايه ان شاء الله هتشوفوا اشكال احلى كتير.